سلام نظامي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نزوروا مدينه اللي معروفه بالمآثر التاريخيه الفريده من نوعها. اكيد ملي شفتوا الجامع الكتبيه غادي تكونوا عرفتوها، مدينه مراكش اللي كتستقطب يوميا المئات من السياح المغاربه والاجانب. هذا لانها معروفه بانها مليئه بالمآثر. وبما اننا حاليا في مراكش، فمراكش معروفه بالحدائق والمتنزهات، ومعروفه كذلك بالمآثر التاريخيه. وحنا دابا غاديين في طريقنا ان شاء الله لواحد من القصور المتواجده في مراكش. هذا القصر معروف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، اللي كيجي ليه عدد كبير من الزوار من داخل ومن خارج المغرب. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي، فما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، هذا كيزيد يدعمني اكثر باش نعطيو فيديوهات اكثر. كيف ما كتشوفوا معايا فانتم كتسيروا في مدينه مراكش، فراكم ما كتملوش. هنا كاين بزاف المحلات اللي كيبيعوا لي سوفونير. حنا دابا غادي نخرجوا في ساحه القزابريه، وهذه هي ساحه القزابريه اللي معروفه بحرفيين كيبيعوا مصابيح وادوات منزليه مصنوعه يدويا من القصدير. ومن هنا مباشره غادي ندخل لقصر البديع. بالنسبه للثمن ديال دخول قصر البديع فهو 30 درهم بالنسبه للمغاربه، وبالنسبه للاطفال فهو 10 دراهم اللي قل من 12 سنه. يوم الجمعه مجانا بالنسبه للمغاربه، اما بالنسبه للاجانب فهو 100 درهم و50 درهم بالنسبه للاطفال الاجانب. والوقت ديال الدخول ديالها فهو من 9 صباحا الى 5:30 مساء. وحنا دابا داخلين في سرداب تحت الارض، وهذا السرداب هو عباره عن معرض مليء بالمعلومات والصور حول حي الملاح بمراكش. هاد القصر غادي تلقاو بزاف المؤرخين اللي كاتبين عليه، ومن بينهم عبد الهادي التازي صاحب كتاب قصر البديع. ذكر في الكتاب أنه بعد انتصار المنصور السعدي على الجيش البرتغالي ومصرع الملك سيباستيان في وادي المخازن، وبعد 5 شهور من المعركة سنة 1578 شرع في بناء قصر البديع. بناه في الجهة الشرقية من القصبة. أما المهندس المعماري اللي رسم الخطوط الأولى من هذا القصر فهو لم يكن إلا أمير المؤمنين المنصور السعدي. وإحنا الآن دابا كنتواجدوا بالمعرض الثاني اللي كيقدم لنا مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي كتأرخ محطات ترميم وصيانة منبر جامع الكتبية أواخر التسعينات في القرن الماضي. هنا كيبين لنا كيفاش تم الترميم ديالو على الوجه الصحيح، والأهمية البالغة ديال هذا العمل اللي قاموا به بعناية. هاد الصور كاملة اللي كتبان قدامنا دابا فهي كلها صور لمنبر جامع الكتبية. وهنا كيف كتشوفوا معايا فهاد الصالة مليئة بالصور اللي عندها علاقة بمراحل ترميم المنبر، كيفاش رموه وشنو هما المواد اللي كانوا كيستعملوا في الترميم. هنا في هاد الصور غادي نكتشفوا بزاف د الحوايج. غادي نشوفوا طريقة النقش على الخشب والنقوشات اللي كانوا كينقشوهم كيف دايرين.
اما هاد القاعه اللي كتشوفوا قدامي فهي فيها التلفاز اللي كتعرض لكم كيفاش مرت جميع مراحل الترميم، وكيكون فيها الشرح باللغه الانجليزيه واللغه العربيه واللغه الفرنسيه، يعني كيكون 3 لغات. كيف ما كتشوفوا معايا، واخا القصر ولا كيبان في حالة خراب، فهو أصبح ضمن التراث العالمي منذ 1985 من قبل منظمة اليونسكو. وانت كتسرى في هذا القصر فانت كتشوف الإبداع ديال المغاربة في الحرف التقليدية. هذه اللي خرجنا لها دابا هي الساحة ديال القصر، الساحة اللي مستطيلة الشكل. غادي يبان لكم فيها سهريج كبير اللي الطول ديالو 90 متر والعرض ديالو 20 متر، وفيها 4 سهارج أخرى، وعاد زيد فيها كاينين 4 حدائق هادو اللي كيبانو قدامكم. الحدائق اللي تحت سطح الأرض اللي جاو بقرابة 3 متر باش كاينين تحت الأرض هادو اللي كيبانو قدامكم دابا. وهاد الأشجار اللي فيها فهي أشجار الليمون وأشجار الزيتون. الساحة كبيرة تبارك الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الحديقة كلها محاطة بالغرف العالية الجدران. وحنا دابا غادي ندخلو للمعرض الثالث، المعارض المتواجدة في هذا القصر، معرض أغمات. هذا المعرض الهدف ديالو هو التعريف على الموقع الهام والرمزي في تاريخ المغرب، اللي كيقدم لنا أول مرة الأصول الغامضة ديال مدينة أغمات، وكيبين لنا بأن مدينة أغمات كانت هي العاصمة للمرابطين خلال القرن ال11 قبل تأسيس مدينة مراكش. كيف ما كيسلط لنا الضوء هذا المعرض على الدور الاقتصادي وبشكل خاص الدورة المالية ديال أغمات. كيبين لنا الدور المالي ديال أغمات اللي كان كأحد مراكز دور السكة الأكثر نشاطا بالبلاد والغرب الإسلامي. المعرض كيف ما كتشوفوا معايا فهو مليء بالمعلومات وبالأثارات. المعلومات حول قصر أغمات، النموذج الأثري المنفرد والاستثنائي. كما غادي تلقاو فيه معلومات على زينب بنت إسحاق النفزاوية ملكة أغمات. غادي تاخد هنا بزاف ديال المعلومات وغادي تتعرف على بزاف ديال الأثارات.
تم بناء هذا القصر خلال 16 سنة. كان هذا أضخم مشروع في ذاك الوقت، اللي بدا من سنة 1578 إلى سنة 1594. أما الأعمال التكميلية ديالته فدامت إلى 1603. كان كيتميز القصر بكثرة الزخارف وتنوع المواد المستعملة كالرخام والتيجان والأعمدة المكسورة بأوراق الذهب والزليج متعدد الألوان والخشب المنقوش والمصبوغ والجبس. ولكن للأسف هذا القصر سنة 1686 تعرض للهدم من طرف المولى إسماعيل، اللي خدا هاد العناصر كامل اللي كانت كتزين القصر وبنى بها العاصمة الجديدة مكناس. اللي مازال معايا حتى لدابا ما تنساش الا كنتي مازال ما شاركتيش في القناه فاشترك في القناه وفعل الجرس، واللي عنده شي تساؤل ما ينساش يخليه لي في التعليق. تليفونك عندك؟